السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أبرز العناوين: قضت محكمة فرنسية اليوم الجمعة بالسجن 6 سنوات في حق الفنان المغربي سعد المجرد. قضت محكمة فرنسية اليوم الجمعة بالسجن 6 سنوات في حق الفنان المغربي سعد المجرد على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها بضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق على هامش حفلة له في العاصمة باريس. كما تم الأخذ بعين الاعتبار شهادة موظفي الفندق والرسالة التي تركتها المشتكية لإحدى صديقاتها صباح الواقعة تخبرها فيها بأنها تعرضت للضرب والاغتصاب، إضافة إلى الخبرة الطبية التي تفيد بأنها ليست مصابة بمرض عقلي، والتأثير السلبي على حياتها بعد الواقعة عكس المتهم الذي عاد لحياته الطبيعية. وكشفت صحيفة فرنسية أن المحكمة أعطت الفنان المغربي مهلة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقه قبل أن تنهار المشتكية لورا بيريول ووالدتها بعد النطق بالحكم. المصدر ذاته أفاد بأن الفنان سعد المجرد ودع زوجته غيتا العلاكية قبل أن ينقله رجال الشرطة لقضاء ليلته الأولى في السجن. وانطلقت أولى جلسات محاكمة نجم البوب المغربي يوم الاثنين الماضي، حيث امتدت ل5 أيام استمعت من خلالها المحكمة الفرنسية لجميع الأطراف بمن فيهم المشتكية والشهود والمتهم وهيئات الدفاع والخبراء النفسانيون، قبل أن تقول كلمتها الأخيرة في القضية التي حظيت باهتمام الرأي العام وعصفت بالفنان المغربي قبل 7 سنوات. انتهت أخبارنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول ولحظة بلحظة، ليس أمرا وإنما فضلا.